حول ما حدث في الإعلام الجزائري من تهجم على حضارة الإمارات وعلى مكانة الإمارات في المنتظم الدولي ومنافسة الإمارات للدول العظمى. الإمارات اللي هي بنت حضارة قوية اللي خلت العرب يفتخرون بحضارتها، هذا لا ننكره. بنية تحتية الإمارات تنافس البنية التحتية ديال أقوى الدول اقتصادا في العالم. حسب ما وقع على هذا النظام الجزائري كيف ما شفتوه هو الآن يمر في عزلة إقليمية، عزلة دولية وعزلة قارية، وهذا الشيء بشهادة يا أخي جاسم وزير خارجيته محمد عطاف في الاجتماع اللي كان عنده في تونس. هذه الجزائر الجميع يتساءل لماذا هي دولة غازية وبترولية وشعبها فقير عكس الدول العربية، فإذا بها الجزائر لم يذكرها التاريخ على أساس أنهم كانوا أبطالا، ولن يذكرهم التاريخ المستقبلي على أساس أنهم أنجزوا حضارة. لذلك ما دام هي لم تذكر لا في التاريخ المعاصر ولا في التاريخ اللي غادي يجي اللي غادي يدونوا التاريخ في المستقبل ما غتدونش. لذلك هنا غادي نمشي لكم لواحد القصة وقعت للمتنبي. على مدى السنوات الأخيرة لوحظت نبرة تصعيدية في الخطاب الرسمي الجزائري، سواء عبر وسائل الإعلام المملوكة للدولة أو من خلال تصريحات بعض المسؤولين السياسيين تجاه دولة الإمارات العربية المتحدة. وتكررت الانتقادات والمواقف الحادة التي اتخذت طابعا سياسيا وإعلاميا واضحا، مما أثار تساؤلات في الأوساط الإقليمية والدولية حول خلفيات هذا التوتر غير المعلن رسميا. ورغم هذه التهجمات المتكررة فإن الإمارات تلتزم بسياسة ضبط النفس وعدم الرد بالمثل، محافظة على قدر من التوازن الدبلوماسي والهدوء في الخطاب الرسمي تجاه الجزائر. هذه المقاربة قد تبدو لافتة، لكنها تعكس استراتيجية إماراتية أعمق تقوم على تجنب التصعيد مع بعض الدول مثل الجزائر. ومن خلال هذه القصة سنتعرف إلى الأسباب الحقيقية وراء هذا النهج الإماراتي المتزن، وكيف استطاعت الدولة أن تضع الحكمة والبراغماتية فوق الانفعال وردود الفعل الآنية في مشهد يعكس فهمها العميق لتعقيدات العلاقات الدولية البينية. ذات يوم المتنبي جالس مع أصدقائه فأتاه رجل فقال له: يا متنبي فلان يشمك. فقال له: ذاك سفيه أراد أن أذكره فيذكره التاريخ. أي بمعنى هنا المتنبي كان ذكيا، سأله الآخر قال له: إن فلانا يشمك باسمه، فرد عليه المتنبي: ذاك سفيه، ولم يذكر اسمه. لو كان نطق اسمه المتنبي لكان اسم السفيه يذكر إلى يومنا هذا. لذلك الجزائر فكرت على أي دور ستلعبه في المستقبل كي يذكرها التاريخ، فإذا بها لعبت دور السفيه الذي أسقط على المتنبي، كون الإمارات حاليا هي المتنبي والجزائر هي السفيه الذي سيسقط على الإمارات كي تخرج الإمارات وتتهجم بذاك المستوى الدنيء على الجزائر. وبهذا ستكتب بجانب الإمارات على أنه يوجد نزاع بين يعني هم اختاروا أقوى دولة اقتصاديا حتى تسوي لهم إشهار. يعني إذا تم الرد من طرف الإمارات على الجزائر فاللي ما يعرف الجزائر يصير يعرف الجزائر. أكيد يا أخي جاسم. مثلا لو تكلم الإعلام الإماراتي، إذا تكلم الإعلام الإماراتي يا أخي جاسم فكن متأكدا على أن الدبلوماسية الجزائري عبد المجيد تبون وزير خارجيتهم سيسقطون على الإمارات مباشرة. وبهذا سيكون على يعني حكام الإمارات وعلى اللي كيديروا الشؤون ديالها باش يجاوبوا على هذا النظام. وبهذا غادي يكون واحد الحرب ثلاثنية ودبلوماسية بين الإمارات وبين الجزائر. إذن هنا الجزائر غتدخل للتاريخ ليس كمنتصر، وإنما ستدخل التاريخ كمنهزم. عن طريق من؟ عن طريق الإمارات. لذلك أنا أرى على أن الإعلام الإماراتي ذكي واستعان بمقولة: إذا رأيت كل كلب يعوي ورميته بحجر فسيصبح الحجر بمثقال. إذن قافلة الإمارات تذهب في مسيرتها وكلاب الجزائر تنبح في وكرها. ولهذا كنقولوا على أنه فشلوا حتى في استمالة الإمارات من خلال. لا ما بتكمل مداخلتك. لحظة ما بتكمل. نعم. أنت أتيت بشيء، أنت أتيت بتفسير
والله العظيم انها جند على والله الجمهم شفغلين والله. فيهم. تخيل الحين، تخيل لو تمينا احنا نناقش اخو جاسم فزاع. بس دقيقه ثواني في شيء الحين الموضوع تمام. ثواني اخواني. اول شيء الشير والتكريس وصلونا المليون، اول شيء وصلونا المليون. الحين التحليل المنطقي والله العظيم احنا شوف، كان من المفروض ان لا تدخلوا في عرض المدرسه. كنا تمينا احنا اماراتيين وانتم جزائريين، وكنا ناقشناكم بالمنطق. والله يوم دخلت في عرض المغرب مجرد قصيده بسيطه عن الثعلب هزت كيانكم. هذا اول. ثاني شيء اتى بتحليل والله منطقي اكثر من المنطق. هو صدق يعني، هو اخترتم الدوله القويه اقتصاديا والمشهوره عالميا، ولكل واحد مسوي له حساب، كل واحد محطنا في الحسبان ان احنا الامارات تكون رده فعل على فعلكم التافه، ونسوي لكم اشهار ببلاش. والله كنا لما البنت اللي تسوي شو اسمه، تسوي حادث مع الكامري ويطلعون في الاعلام. هذا شيء والله العظيم. البنتلي والتويوتا لما يجتمعون شيء في الطريق السريع، بوم حادث سير، منو داخل في الثاني؟ والله البنتلي شو اسمه والكامري، مع احترامي للكامري. يعني اذا الامارات ردت تعمل وزن تعمل وزن. اكيد يا اخي اكيد يا اخي ابراهيم، لانه شرف الخصومه غالي جدا. ليس كل دوله نعطيها شرف الخصومه، لانك تشوف الان روسيا ولا تشوف امريكا ولا تشوف الامارات ولا تشوف السعوديه ولا تشوف مثلا الصين، ما يعطيوش بعض الدول مثلا نقولوا موزمبيق. هل سيعطونها قيمه؟ لا، غالي جدا. لذلك الجزائر تدفع الغالي والنفيس فقط من أجل الحصول على شرف الخصومة مع دولة الإمارات. هنا يعني نقول واحد مسألة، أنا والله لن أدافع عن الإمارات يا أخي إبراهيم. علاش؟ لأن الإمارات تدافع عن نفسها في أرض الواقع. أنا ما أراه من خلال هذا التهجم الإعلامي ديال نظام الكبرانات على الإمارات والله مهزلة للقارة الإفريقية ككل. لماذا؟ مثلا نحن شعوب عربية وإسلامية سنتفهم الواقع. مثلا السعودية راح تفرق بين الجزائر وبين المغرب وبين تونس وبين ليبيا وبين موريتانيا، لكن إن نقل هذا الخبر إلى أمريكا مثلا أو إلى دول أخرى، روسيا، يعني نشوفوا انتقل هذا الخبر لواحد المناطق اللي هي ما يعرفوش شمال إفريقيا، فيبدأ بالبحث. كيف لدولة اسمها بلد المليون والنصف شهيد تسقط على دولة الإمارات؟ نبحث على هؤلاء الدول، سيجدون على أن الإمارات هي يعني من دول الخليج، وهذه من إفريقيا. إذا دولة تمثل الخليج أسقطت عليها دولة تمثل القارة الإفريقية. هكذا سيرون المنظور، فسيظنون على أننا المغاربة وعلى أن القارة الإفريقية هم قوم همج، وعلى أن الإمارات والسعودية ودول الخليج وكل من جاورهم هم دول متقدمة. إن دخلوا إلى بنيتهم التحتية ويشوفوا ما شاء الله البنية التحتية الإمارات مع الدمار والخراب ديال الجزائر، سيظنوننا على أساس أن القارة الإفريقية كلها تعيش في خراب ودمار. لا تنسى دعم الفيديو بتسجيل إعجابك ومشاركتنا رأيك في التعليقات، كما لا تنسى مشاركة الفيديو مع الأصدقاء والاشتراك بالقناة مع تفعيل الجرس. دعمك لنا هو حافزنا الوحيد للمواصلة ونشر الجديد.